السلام عليكم ورحمة الله. معكم خوكم سفيان، صفحة فهمتي لالا. اليوم غنشوف واحد الفيديو ديال واحد في قناة النهار. كانوا جاو يهضروا في هذا البرنامج على علاش واشنطن صنفت الجزائر كأنها دولة غير آمنة. أيضا إيطاليا حذرت رعاياها من السفر إلى الجزائر. هذا الفيديو هذا يناقشوا الجزائري في قناة النهار علاش، يعني علاش فشل الدبلوماسية، وغتشوفوا كيفاش يعني شنو الانتصارات انتصر الدبلوماسيه. ملي غيسول الصحفي الجزائري غيسول الضيف ديالو، غيسولو شنو الانتصارات واش غيقول. نسمعوا لهذا ومن بعد نرجعوا نناقشوا على المساله هذه. مشاهدينا، بالأمس كان في أحد الصحف، نشرت أحد الصحف الجزائرية خبر تحذير واشنطن رعاياها من السفر إلى الجزائر بحجة أن هناك تهديدات إرهابية. اليوم أيضا نشرت النهار خبر أيضا أن إيطاليا تحذر أيضا رعاياها من السفر للجزائر بحجة أيضا وجود تهديدات إرهابية. في حلقة اليوم أردنا أن نتساءل دور الدبلوماسية الجزائرية وصورة الجزائر. لماذا هذه الصورة؟ هل هي صورة نمطية ألفتها هذه الدول، أم أن أمريكا تعلم ونحن لا نعلمون؟ لهذا الموضوع نناقشه. يحضر معي اليوم الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي أستاذ إسماعيل دبش. مرحبا بك معنا. شكرا على قبول هذه الملفات. يعني تجيبنا سؤال جواب صريح على سؤال اليوم، هو الدبلوماسية الجزائرية والرهانات الحالية، رهانات قضايا الراهنة. كيفاش ممكن نتعاملوا الدبلوماسية الآن أستاذ دبش؟ أنا يبدو لي أن ما المنهج الذي تسير به الجزائر من خلال العلاقات. اسمعوا الان اش غيقول، يعني كيفاش هذه الحلول ديال الدبلوماسيه، شنو دارت، شنو الهدف ديال الدبلوماسيه. عوض ما يحسنوا الصوره ديالهم في الجزائر خارجيا ويعملوا على انهم ينموا الاقتصاد، يجلبوا استثمارات خارجيه ويحسنوا الصوره ديالهم في البلدان الاجنبيه. شوفوا شنو هو الهدف ديال الدبلوماسيه الجزائريه. هو غادي يقول هذا السيد هذا في هذا التدخل ديالو، وهذا هو الضيف. شوف التعامل الثنائي والإقليمي والدولي في إطار مؤسسات وإطار المصالح العليا للجزائر، خاصة في مقدمتها البعد الأمني والمنظور الإقليمي. لكن أستاذ دبش دائما نتكلم عن البعد الأمني، يعني نعم. ممكن نتعاملوا بالتوازي، بالأمن يعمل في مجال نعم. والدبلوماسية تعمل. تقول لي أنه فيه مشاكل على الحدود وبعد أمني. نعم. البعد الأمني يعمل والدبلوماسية تعمل وكل القضايا تعمل، يعني أنا يبدو لي أن الدبلوماسية الجزائرية حاليا هي فعالة، والدليل أن النتائج التي تحدث على المستوى الإقليمي في الاتحاد الأفريقي. يعطيك مثلا تصور جنوب أفريقيا ونيجيريا ودول الاتحاد الأفريقي فيما يخص الساحل وفيما يخص الصحراء الغربية هو السائد. الآن الاتحاد الأفريقي قبل أسابيع قرر بأن يكون عنده بعثة تمثل الاتحاد الأفريقي في الصحراء الغربية. نعطيك مثلا نموذج آخر، أن المغرب الآن يريد أن يكون له يد في الساحل، لكن تم إبعاده من طرف الدول الإفريقية في هذا الملف. المغرب كانت له مقاربة في محاولة التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الملف الإفريقي. المغرب لم يكن له وجود، بل سلال اللي كان موجود هو اللي كان له اليد العليا في إدارة الملف الإفريقي والتعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية. ولم نسمع بحاجة سموها المغرب في اللقاء القمة الإفريقي الأمريكي مؤخرا. إذا الموجود هنا الإخوان تيكذب هاد خونا هذا، لأن كيقول أن سلال كان في القمة الإفريقية الأمريكية، وفي حين أن رشدنا بالكيران رئيس الحكومة المغربي، وبأن أمريكا قدمت المغرب كنموذج للاستثمار في إفريقيا، وبأنه بوابة للدخول إلى إفريقيا. وشفنا كيفاش كيفاش كينوض من المقعد ديالو تيجي يسلم هاد الكيران، وكيفاش استقبل أوباما هاد الكيران. قال لك لا وجود المغرب في هذه القمة بتاتا، وأن الموقف الأمريكي، في حين أن أمريكا كانت اعترفت بأن حين الزيارة الملكية للولايات المتحدة قالت بأن يعني خطة الحكم الذاتي يعني تحفظ كرامة، أول مرة تقول تحفظ كرامة وتضمن يعني كحل سياسي. هذا يعني ما عندش الدبلوماسية الجزائرية شي حاجة أخرى من غير المغرب، خاصة المغرب تبعدو من هنا الصحراء الغربية، دول الساحل بعدنا المغرب، مشي للميريكان ما كاينش المغرب. يعني كان المغرب هو العدو الأساسي والرئيسي ديال الجزائر. هنا باش تعرفوا الخوت عوض ما يركزوا على القضايا ديالهم الداخليه ويحسنوا صورتهم الخارجيه، وتكون الدبلوماسيه في خدمه الدوله الجزائريه، هي في خدمه اشياء اخرى يعني غريبه وبعيده كل البعد على هذا تحسين الصوره كما كنقولوا
والعمل على أن تكون الدبلوماسية في خدمة الدولة بدل في خدمة أجندات خارجية تعاكس. الآن الجزائر تفشل في كل شيء. صورتها الآن تهتز. إيطاليا تحذر الرعاية من السفر إلى الجزائر، الولايات المتحدة تحذر الرعاية وتطالبهم بأن يأخذوا معهم يعني الأكل الاحتياطي، وتطالبهم بأن يأخذوا الدواء معهم كاحتياطات. يعني كأنها دولة يعني مافيا، يعني شبيهة بدولة يعني المافيا ودولة العصابات. شكرا لكم على المتابعة. ما كان معكم أبو سفيان، تحياتي لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.